حكى عمرو يوسف عن موقف كمان، قال ان هو كان في مره في مطعم، فبيشد لها الكرسي عشان تقعد، فبس راسها وهي بتقعد على الكرسي، فلقى ان الناس بتبص، والستات والرجاله، يعني مش الستات مش بس غيرانه، لا دي الرجاله مستغربه هو ليه بيعمل كده. فقال ايوه يا جماعه، انا بعمل كده عشان انا بحبها. هو فعلا ده الحب، وفعلا ده الراجل اللي تختاريه. تعليقي على عمرو يوسف هو انك راجل يا عمرو، راجل، لان عجبني قوي موقفه. انت كمان كبنت لو مطلقه، فجالك الشاب اللي هيشوف نفسه عليكي، لان لا بقى ده يعني انا واخدك انت اكبر مني ومطلقه، لا، انت اجمل باخلاقك، انت اجمل بنجاحك، انت اجمل بطبعك الجميل، انت اللي تقعدي وتحطي رجل على رجل وتختاري.